الحقيقة إننا لو فضلنا نهرب هنفضل طول عمرنا شايلين جوه قلوبنا كلام ما اتقالش ومشاعر مكتومة ووجع من ناس ما كانش لازم يفضلوا في حياتنا أصلا. المواجهة مش سهلة، لكنها أريح بكتير من الهروب اللي بيخلينا نعيش بنص إحساس ونص كلام ونص حياة. بقى عندنا أزمة ومش بنعرف نواجه، بنخاف نقول لأ وبنهرب من الكلام اللي لازم يتقال. بنفضل إننا نسكت بدل ما نواجه، وأحيانا بنبعد بدل ما نحل المشكلة. السؤال هنا، ليه بنعمل كده؟ هل هو الخوف ولا احنا تعودنا على إنه الهروب أسهل؟ ليه بقينا نهرب بدل ما نواجه؟ لأن المواجهة بقت صعبة، فيها إحراج وفيها مسؤولية وفيها كلام ممكن يوجع، فبقينا نختصر الطريق ونهرب ونسكت بدل ما نتكلم، ونطنش بدل ما نوضح، ونمشي بدل ما نصلح. طب ده ضعف ولا ذكاء؟ ساعات بيكون ذكاء علشان نتجنب وجع القلب، وساعات بيكون ضعف علشان مش قادرين نقول الحقيقة. بس في النهاية التجاهل المستمر مش حل، لأنه بيخلي المشاكل تكبر بدل ما تتحل. يعني لازم نواجه كل حاجة؟ مش كل حاجة، بس الحاجات اللي بتأثر علينا، اللي بتفضل تعبانة من جوه واللي بنفكر فيها قبل ما ننام، دي لازم نواجهها، لأن الهروب مش دايما بيحميك، ساعات بيحبسك أكتر في المشكلة. طب ليه المواجهة بتخوف؟ لأنها ممكن تخسرك حد، ممكن تجرح، وممكن تحطك في موقف صعب، بس في نفس الوقت هي الحل الوحيد إنك تعيش مرتاح بدون أسئلة معلقة وبدون مشاعر مدفونة وبدون حاجات مؤجلة بتوجعك كل ما تفتكرها. الحقيقة إننا لو فضلنا نهرب هنفضل طول عمرنا شايلين جوه قلوبنا كلام ما اتقالش ومشاعر مكتومة ووجع من ناس ما كانش لازم يفضلوا في حياتنا أصلا. المواجهة مش سهلة، لكنها أريح بكتير من الهروب اللي بيخلينا نعيش بنص إحساس ونص كلام ونص حياة.